أصدر رئيس القضاء السوداني قرارا يقضي بعدم أهلية ترشح رئيس نادي الهلال أشرف كاردينال لانتخابات 2014. القرار يأتي قبل أيام قليلة للانتخابات الجديدة للنادي الأزرق. من قال إن خروج الهلال من دوري الأبطال هو نقطة نهاية خط طويل لأزمات أزرق درمان، بل فعليا من هنا كانت البداية، وما تلاها من إنقالة للتونسيين بالكوكي وفسخ عقود للاعبين جعلهم البعض شماعة ذاك الخروج كان إشعارا لما هو قادم. القادم جاء من رئيس القضاء السوداني الذي أصدر قرارا تأخر 3 سنوات يقضي بعدم أهلية ترشح رئيس الهلال الحالي أشرف كاردينال لانتخابات 2014. القرار هذه المرة كان حازما لدرجة أن رئيس القضاء دعا إلى تنفيذه دون الرجوع إلى جهات أخرى، ما يعني أن الكاردينال الآن ليس برئيس للهلال. سيد البلد جرد من أميره، أو بالأحرى من كارديناله الذي كان دائما العصا التي استعصى على الجميع كسرها، وسيكون مطالبا منذ الآن ولحين البت بصحة القرار الصادر من عدمه في البقاء قويا دون أن يدع للصراع القادم إلى الجوهرة الزرقاء في التأثير على مسيرته كبطل يريد دفاع عن لقبه للدوري السوداني مجهول المصير هو الآخر. مسرحية جدلية جديدة تنعش الكرة السودانية بعد تلك التي كان بطلها اتحاد الكرة. الهلال ومنذ اليوم حتى انتهاء القضية سيكون الشغل الشاغل لمسؤولي الرياضة هناك. عند العامة عادة ما يكون اسم الهلال مرتبطا بالسماء، وفي الخرطوم سودانيون كثر يبصرون النور عبر هلالهم إن غاب هلال السماء.